التشتت وقلة التركيز من أكتر المشاكل اللي كتير ناس بتعاني منها، خاصة في الوقت الحالي مع كثرة الملهيات والمشتتات اللي حوالينا. ممكن تلاقي نفسك قاعد عشان تذاكر أو تشتغل، ولكن فجأة تلاقي نفسك ماسك الموبايل وبتتصفح السوشيال ميديا. السبب هو إن عقلنا أصبح متعود على التبديل السريع بين المهام ومش قادر يركز على حاجة واحدة لفترة طويلة. قلة التركيز بتأثر علينا في حياتنا اليومية وبتخلي الإنجاز أصعب، سواء كنت طالب بتحاول تذاكر أو موظف بتحاول تخلص شغلك أو حتى حد بيدور على وقت لنفسه عشان يتعلم حاجة جديدة. التشتت بيخلي المهمة تاخد وقت أطول ومجهود أكبر، عشان كده مهم إننا نفهم الأسباب اللي بتخلينا نفقد تركيزنا ونحاول نلاقي طرق بسيطة تساعدنا في التخلص من التشتت ونركز على اللي بنعمله. أول وأهم أسباب قلة التركيز التكنولوجيا بقت جزء من حياتنا اليومية، ومعاها الإشعارات اللي بتيجي طول الوقت من السوشيال ميديا أو المكالمات والألعاب وغيرهم. الإشعارات دي بتشتتنا دايما وبتخلينا مش قادرين نركز على حاجة واحدة لفترة طويلة. المخ بقى متعود يرد بسرعة على أي إشعار بيطلع، وده بيخلينا نخرج من مود التركيز. الحل إننا نقلل من الإشعارات ونحاول نقلل استخدام الموبايل وقت الشغل أو المذاكرة، بإننا نبعد الموبايل عن مكان مذاكرتنا أو نقفله، أو إنك تمسح التطبيقات اللي بتسبب التشتت وبتضيع وقتك. تاني سبب هو قلة النوم مهم جدا للعقل والتركيز. لما بننام كويس المخ بيرتاح وبيقدر يركز أكتر. قلة النوم بتخلينا نحس بتعب ومش بنبقى قادرين نركز في اللي بنعمله. عشان ننام كويس بنحتاج حوالي من 7 ل 9 ساعات يوميا، ونحاول نبعد عن الشاشات قبل النوم لأنها بتأثر على جودة النوم. تالت سبب هو التوتر والضغوطات النفسية. التوتر والقلق أو المشاكل اليومية بيخلونا نسرح بسرعة ونتفتت. لما نكون قلقانين أو مضغوطين مخنا بيبقى مشغول بمشاكل أو أفكار تانية، فالأفضل إننا نحاول نعرف أسباب القلق والتوتر ونحلها، لأنه شبه مستحيل إننا ننجز حاجة طول ما احنا متوترين أو قلقانين. رابع سبب من أسباب قلة التركيز هو عدم تنظيم الوقت بيأثر بشكل كبير على التركيز، لأنك لما ما يكونش عندك خطة واضحة أو جدول للمهمات اللي عايز تعملها بتلاقي نفسك بتتنقل من حاجة لحاجة من غير تركيز، وتلاقي نفسك بتعمل كل حاجة من غير ما تخلصها بشكل كامل. كمان من غير تنظيم الوقت بيكون عندك إحساس إن عندك حاجات كتير لازم تخلصها، وده بيزود التوتر، والنتيجة إنك بتتشتت بسهولة لأنك بتحاول تلاحق على كل حاجة في نفس الوقت. لكن لما تحط جدول أو خطة منظمة هتبقى عارف إيه اللي مطلوب منك في كل وقت، وهتقدر تركز أكتر على كل مهمة لوحدها من غير ما تحس إنك مشتت. خامس سبب هو التغذية السيئة ليها تأثير كبير على التركيز. لما نعتمد على أكل غير صحي زي الوجبات السريعة أو السكريات الكتير بنحس بالخمول وبنبقى مش قادرين نركز كويس. الأكل ده بيزود نسبة السكر في الدم لفترة قصيرة وبعدين ينزل بسرعة، وده بيخلي الجسم والمخ يحسوا بتعب. الناحية التانية الأكل الصحي اللي فيه فيتامينات ومعادن وبروتينات بيدي المخ طاقة ثابتة وبيخليه يركز لفترة أطول، زي مثلا المكسرات والفواكه والخضار والأسماك اللي فيها أوميجا 3. كل ده بيغذي المخ وبيساعدنا نحافظ على تركيزنا. 6. الملل. لو الحاجة اللي بنعملها مملة سهل جدا نتشتت. الملل بيضعف حماسنا وبيخلينا ندور على حاجة تانية نعملها. ممكن نغلب الملل بتقسيم المهمة لأجزاء صغيرة وندي نفسنا مكافآت بسيطة بعد كل جزء، أو نحاول ندخل حاجة جديدة في الروتين عشان نزيد الحماس والتركيز. 7. سبب البيئة المحيطة. البيئة ليها تأثير كبير على التركيز. لو كنت بتدرس أو بتشتغل في مكان مليان ضجة طبيعي تلاقي تركيزك بيتشتت بسرعة. كمان الإضاءة والألوان بتلعب دور مهم. لو كانت الإضاءة ضعيفة أو الألوان مزعجة ممكن تحس بصعوبة في التركيز. كمان ترتيب المكان وراحته له دور مهم. لما يكون المكان مترتب ومريح وتهويته كويسة بتحس براحة وتركيز أعلى. كل دي تفاصيل صغيرة بتفرق مع ناس وناس. حاول تهيئ المكان اللي قاعد فيه عشان يكون مناسب ليك. وفي النهاية التركيز حاجة أساسية لأي حد عايز ينجز أو يتعلم بفعالية. كل ما كانت البيئة حوالينا مناسبة أكتر كل ما زادت قدرتنا على التركيز بشكل طبيعي. أهم حاجة إننا نحاول نهيئ المكان ونوفر الظروف اللي تساعدنا نركز وندي وقت كافي لنفسنا عشان نتأقلم. لو فضلنا نحافظ على عادات صحية وتخصيص وقت للراحة مع الوقت هنلاقي تركيزنا بيزيد، وده هينعكس على شغلنا ودراستنا بشكل أفضل.